يا بيا عين القصب راح فين راح فين. حد يدور لنا على قصبايه هنا ولا قصبايه هنا يا جماعه. محتاجة قصب يا جماعة، مجنوعة عايزة تاكل قصب. الشرشوحه عامله فيديو 59 دقيقه تنادي على القصب، عايزه استاذ رضا يجيب لها قصب. والله انا مش عارفة ده في ايه، في ايه يا بنت، مالك يا بنت في ايه يا بنت، مالك يا بنت يا بنت. بجد والله يعني سؤال اعتبريه يعني سؤال ما فيش منه اي غرض تاني، خليكي عقل هو سؤال يتيم بس. انت يا تغني كده يا تغني كده. هو إيه؟ الاخ صاصه المتبرئ منك اللي قال عليكي ان انت عار عليه وانه ما بيشوفش قناتك، حد يا جماعه يبعت له الفيديو، ما يلمك والله حد شوية. يبعت له الفيديو بس. يا بنتي لمك شويه، انت متبعتره يا بنت. بما ان الصديق الجديد ده ملوش لازمه زيه زي رافع القرايل، تاكليه ويقعد ساكت. انا عايزه راجل في عيلتكم ورافع خلاص طفش، نوصله بس مفيش رابط الفيديو. ولا ظابط. ما تخافيش، احنا مش هنتواصل معاه، احنا هنبعت بس الفيديو بس، والله مش اكتر من كده. طالعه عامله نداء لاستاذ رضا انك عايزاه يجيب لك قصب. دي قله ادب بقى وفجر بقى وفضايح. بصراحه ده قله ادب ما يتسكتش عليها. لا اتصرفي بقى يا مدام هنا يا لؤ. مدام هنا هتعمل ايه؟ اتصرفي للوليه دي بقى. هتعمل ايه؟ هتعمل حاجه بقى تدافع. هتعمل ايه؟ يا نهار اسود ومنيل، طالعه تغني وصلت لي القصب. فيديو ربع ساعه وتقولي له عايزاك تجيب لي قصب. سيبناكي في الفلفل وسيبناكي في الخيار والبتنجان. فيك وصلت ايه؟ لي القصب. في ايه يا ماما؟ لا يا ماما فضحتينا. الحالة عليت بقى، وصلت لأقصى مدى. في ايه ايه ده؟ خلاص ما نو كنترول خالص مفيش. لا ما ينفعش يا ستي، امنعي الكورونا. استحمل، بسيط سهل. يمكن الطفل يعود ولا يعمل حاجة، واغسلي رجلك بالبطاطس اليمنى، يعني حسني من خلقة أهلك شوية. بدل اللي انت عاملاه في نفسك ده انت عامله له يجي مليون نداء لغايه دلوقتي. بهدلتي نفسك وبهدلتينا معاكي. ده انت لغايه دلوقتي مليون نداء. احنا دارينا وشنا من العرب، مش عارفين نقول لهم ان دي مصرية للأسف. نقول لهم إيه؟ مصريه فضحتينا. بتدور على قصب. ايه ده؟ قصب؟ في ايه؟ يا بنت مش كده يا مش بنت. كده اشربي عصير. مش كده. لازم طب البنات لما يسمعوها بتقول كده عادي؟ هم اشكالها بقى هيطلعوا ايه؟ صح. تربيتها. هيديروا وكر يقول لك اسكندريه مع ماما ماما إيه، كلبه ماما إيه؟ ومعاكي مش عارفه ايه ماما عادي وبابا عادي. بصاحب اشرف كوخه وعلي علوكه يطلع يطير. هيطلع ايه؟ انا مش عارفه. مش مشكله، هم يديروا الوكر اسكندريه معاك انت وماما كلبه، هم هينفعوكي. يعني بعد كل نداءات القصب دي ومش معبرك برضو، يلا احسن تستاهلي. حطت فلتر ما حطتش فلتر ما فيش، مش هعبرك بقى يا مدام هلا، اطلعي انت بقى اتصرفي. انسى يعني ده ممتلكاتك موضوع القصب ده. انت اللي تعرفيه يا شرشوحه، والله انت اللي تعرفيه صدقيني، وعلى يدنا وشفنا وانت برشه في الارض كده في الفلاحين. عماله بتنجان والقصب والخيار. مش رحمه بقك، ارحمي شويه، بيستغيثوا لك ارحميني. بتقول لنا وفيها ايه يعني اما اطلع امص قصب؟ ده مش ايحاء، دي مش ايحاءات خالص خالص. مص القصب ده مش ايحاءات، وساندوتش الشاورما هو اللي كان ايحاءات. مص القصب مش ايحاءات خالص بالنسبه والله لي. يعني خلاها بعدها تعب 3 تعب. عين امها، يا ساتر. عينك يا حوله راشقه في حياتها، ارحميها. منك لله يا شيخ، اشوفك يوم. المهم يا اولاد، خلصت وصلت نداءات القصب ودخلت على ليلى. عايزه تقولي ايه يا ماما؟ لا ليلى، انا زعلانه منك بصراحه. ليه؟ انا زي والدتك، وارجو ان انت تتقبلي مني اللي انا هقوله. ما كانش المفروض تقولي كده ولا تمجديها وتقولي لها يا مدام زفته. زفته ما مدام ينفع- قطران. دي مدام على اي اساس؟ دي مدام في الشرشحه وقله الادب والسفاله. تحترمي المحترم يا ليلى، دي شرشوحه. وانت كنت متوقعه ان هي تقول لك اوكي ومش عارف، اذا كان اخوها نفسه قال لها اختاري ما بيني وما بين ان انت تطلعي كده، قالت له لا طبعا هختار شغلي، هختار الشرشحه. اخوها ابن امها وابوها، ايش حال انت بقى؟ لما الناس اشتكوا له وقالوا له ده عماله كل يوم سب اعراض وشتيمه وقله ادب، قال دي عار عليا وما بشوفهاش ومش عايزه اعرفها. ومع ذلك انا قلت لها قبل كده اقفلي القناه دي لان انت مالكيش محتوى وقللت الادب وبتطلعي تقل ادبك على الناس. قالت له لا
مش هقفلها. قال لا يا انا يا قناه، قالت له القناه دي اكل عيشي اللي بطفح منه. انت بتصدقي ان هي طالعه كده مش عشان مش زعلانه ان هي مالتش مش حاجه هتبطل عليها. غير لما تتحبس. هي عشان قالت مقارنه ما بين مصر انت فاكره زي ما هي ما بتقول. لا يا حبيبتي، ده لما بتجيبش سيره مدام هناء ما بيبقى لهاش مشاهدات ولا بتكسبش، ما بتتربحش. هتاكل منين اللي وتاكل على البنات حس والصديق مدام الجديد؟ هناء لو قلت لها ايه لا يمكن تسيبها، دي مصدر رزقها يا حبيبتي. يبقى هتسمع اسمك ازاي؟ هتسمع كلامك ازاي؟ دي انسانه سافله، جبت لنفسك الكلام معاها والتهزيق. ليه ده كله؟ انت كنت في غنى عن ده كله. انت حبيتي تمسكي العصايه من النص، ان هي ما تجيبش سيرتك وتشتمك، وان انت في نفس الوقت تبقي مع مدام هناء. ازاي؟ الانسان لازم يبقى في موقف متحدي، موقف ثابت تثبتي عليه، يا كده يا كده. بس انت عارفه، انت حتى لو ما جبتيش سيرتها ودافعتي بس عن مدام هناء، فانت بالنسبه لها عدوه. هتشتم عليك، انت بالنسبه لها عدوه عشان تكوني تقول لك فاهمه. بالادب. يعني ايه انكديني بالادب وهي بتتكلم بالادب؟ قولي لي. دي سافله وقليله الادب وكذابه. انا هوضح لك تاريخها يا ليلى. تعالي. ساندرا كانت جابت سيرتها، ماريا كانت جابت سيرتها، ميس يوجانو كانت جاب سيرته، وجينا اللي في امريكا صاحبه مدام هناء، وجينا وفاطمه مدام وغيرها فاطمه وغيرها. حد كان جاب سيرتها؟ اي حد بيقرب من مدام هناء فهي بتطلع زي الكلب السعران هي عليه. حقوده وبغل. عشان تكوني فاهمه، يعني مش قصه انت جبتي سيرتها او ما جبتيش سيرتها. احنا قلنا نوقف ما نجيبش سيرتها عشان خاطر مشاهداتها ما تعلاش، وعشان خاطر منظرنا كمصريين، ونسيبها تهوى مع نفسها، لان كده كده ما عندهاش جديد. وده كان قصدك من الفيديو اللي انت عملتيه، وقلتي نفس الكلام اللي احنا قلناه. الغلطه الوحيده او اللي زعلت منك الناس هو انك اولا احترمتيها وقلت لها يا مدام قطرانه، هي ثانيا المفروض ما تحترمش. ثانيا قلت دي مش لها محترمه، ما بتحترمش حد. نحترمها ليه؟ هي احترمتك في يوم من الايام؟ ثانيا ده هزقت وهزقت حماتك وهزقت ايه؟ المفروض دي ما كنتيش احترمتيها ابدا. ثانيا الغلطه الثانيه اللي الناس زعلوا منك فيها ان انت بتقولي لها نتصالح كلنا ومش عارف ايه ونبقى كويسين مع بعض، مين وشوفي اللي قناتك اتصالح مع مين؟ هتبقى ايه وعامله ايه. مين اللي اتصالح مع مين يا هي ليلى؟ اللي ثبت وقلت ادبها من الاول عليه وعلينا. اتصالحوا مع مين؟ مين اللي يتصالح مع مين؟ يبقى انت بتغطي نفسك. يبقى انت بتقولي مثلا كده اي قناه كبيره بقى تكبر، واحده تانية تطلع عليها بشرشحه وقله ادب وصب اعراض وتنمر وتفبرك لها مصايب سودا وتقعد تمسكها 3 سنين، وفي الاخر عايزه القناه اللي هي الكبيره بقى تتصالح معاها وترفعها منتديات وتتكلم عنها ويبقى السلام يعم الجميع. هيجي التصالح منين؟ يبقى هي عملت اللي في دماغها، يعني هي كبرت على اسمها وشتمتها وقله ادب، وهي كمان اللي تكبرها وتتصالح معاه. انت بتتكلمي ازاي؟ انا عقلي يعقل ده. انا عقل. صلح ايه؟ لا طبعا مش موافقين، ولا عمره يبقى فيه ان شاء الله تصالح بينهم. صلح ايه؟ لا يمكن. ده دي المفروض تتحبس، دي مجرمه يا ماما. هي بينهم قواضي، استاذ رضا قال ان بينهم قواضي. دي مجرمه، دي بقالها 3 سنين بتسب في عرضها، بتشتمها باقذر الالفاظ، بتفبرك لها مصايب. العمليه سهله كده، نسيان صلح السفاله وقله الادب بقالها 3 سنين عليها. وبعدين هي اصلا سهل حتى كده. طلعت اعتذرت لها عشان نقول ها، يعني ده حتى ما اعتذرتش، ده هي مكمله في قله ادبها. فانتي مشكلتك انت كنت عايزه توقفي زي ما احنا قلنا اللي هو ايه، وقف قله الادب على السوشيال ميديا، وكل واحد يبقى في حاله ونسيبها تهوى مع نفسها لغايه اما تتحبس. ليلى لا دماغها ان تمسك العصا. ليلى بقى راحت ايه، بدل ما تقول الكلمتين دول لا راحت نيلتها قالت لها ايه يا مدام قطرانه ونعمل صلح. لا. هنا كانت مشكلتك يا احنا ليلى. نفسنا ضغطنا من كلامك عليها ان انت احترمتيها. هي انسانه مش محترمه، تحترميها ليه؟ ما ينفعش معاها الاحترام دي تيجي تحت الجزمه ويتقل ادبنا عليها وكل حد يقل ادبه، لان هي مش محترمه وتتحبس صفت يا اعراض ليلى. الناس كلها. دي مكانها سافلة. السجون يا ليلى، ما هياش مكانها اليوتيوب. ازاي تحترميها دي؟ لو انت فاكره انها هتبطل قله ادب من غير ما تتسجن يبقى انت متوهمه. دي ما بتبصش غير على علامه السفالة الدولار. دي كلها ومدام هناء تسامحها. هي دي ما بتبصش غير على الارباح. دي لو مش عايزه فلوس كانت فتحت قناه تانية بالعقل كده يا ليلى. قادرة. تمام. فهي بتقول لك ايه، انت جبتي حماتك وشهدت بالحق، قالت لك ولا انت تشتميها ولا هي تشتمك عشان خاطر حد، كل واحد فيكم في حاله. حال مين يا ام حال؟ وانت شتمتها في الاول.
انت اللي ابتديتي ده معاه بقله ده الادب اللي انت عايزاه. ولا هي اللي ابتدت معاكي بقله الادب وفي الاخر تقولي صلح؟ ده يبقى ضعف، مش صلح، ضعف. لا، وربنا ما بيحبش الانسان الضعيف. بتقولك في الفيديو اللي ينقدني عادي مش مشكلة، بس ينقدني بأدب وبما يرضي الله يبقى على راسي، لكن غير كده ويطلع يتبلى عليا ويسبني ويعمل لا. نقول لها يا استاذه يا محترمه ايه اللي ادبك بالادب؟ يعني هقول ايه؟ هنقول لها ايه اللي ادبك بس بالادب؟ طب هي ليلى، سيب بقى اعراض بس بالادب. ليلى حطت على المنتدى اول فيديو انتقدتك فيه، عشان طبعا جالها صدمه من اللي هي سامعاه منك. لا قالت لك يا شرشوحه ولا شتمتك ولا جابت الحقائق اللي انا جبتها عنك. كان ردك عليها ايه؟ يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، لغايه قبل الفيديو الاخير حاطه صورتها وكاتبه لها يا ممحونه يا رخيصه. ايه رايكم؟ وبتقولي تصالح فانت يا ليلى مش انت اللي غلطتي فيها، وانت جايبه بنتك كمان بتشاهديها وبتقولي لها هو انا شرشوحه، هو انا بشتم الناس؟ مش انت يا ماما اللي شتمتيها، هي اللي شتماكي، هي اللي قال ادبها عليكي. انت طلعتي تقولي لها اللي بتعمليه ده ما يرضيش ربنا ووقفي وكفايه كده، زي ما احنا طلعنا في اول فيديو قلنا لها نفس الكلمتين. كان ردها ايه؟ فتحت فيديو طويل عريض شتايم وقله ادب وقذاره. بس احنا ما قلنالهاش بعد ما شتمتنا، احنا في الاول خالص بنقول لها غلطي وقفي في الاول ما هو خالص. زيها زي ليلى. لا، ليلى بعد ما اتشتمت قالت لها كده يا ماما لا، ليلى في الاول احترمتها وقالت لها وقفي وكفايه. اقصد اقول التانية بعد ما شتمتها في اخر حاجه بتطالبها بالصلح ومش عارف ايه. ايوه احنا بنقول احنا ما عملناش كده بقى بعد ما قالت ادبها علينا، لا احنا بنديها، لا احنا مكملين وبنهزق اللي جابتها. واللي انت عملتيه ده ضعف، والناس فعلا يستاهلوا ان هم يعملوا معاك كده او يزعلوا منك. هم حقهم، لان تصرفك كان غلط جدا وكلنا زعلنا، مش متابعينك بس او متابعينا بس، كلنا زعلنا من موقفك ومن طريقتك. وانك كده قلت لها يا استاذه مين؟ استاذه مين اللي انت بتقولها لها؟ يا ليلى انت طلعتي في الاول نقضتيها لان مش عاجبك قله ادبها واللي بتعمله، نزلت هي شتمتك وقلت ادبها عليك. ما كانش المفروض تتكلمي بقى بعد ما شتمتك بالادب وعلى ده. حماتك وعلى ولادك. ما ينفعش ان انت تحترميها بعد كده، ما ينفعش دي تديلها باللي في رجلك. بعد كده يبقى ضعف، لو احترمتيها يبقى ضعف منك، عدم القدره على مواجهتها، ده اللي انا اعرفه. لو انت ما عندكيش القدره على مواجهتها يبقى تبعدي وتسكتي. تبعدي وسكتي من غير اي وخلصنا. كلام، لكن انت عملتيه ده اثبتي ضعفك للناس، ما ينفعش. وخلصنا. فهمتي؟ انت واقفه مع الحق وشايفه ان مدام هناء مظلومه وان هي متبهدله وان مش عارف ايه والكلام ده كله، ونصحتيها وهي ما جاتش بالنصيحه، يبقى تيجي بالفضيحه. اللي ما بيجيش بالنصيحه يجي بالفضيحه. خليها كده قاعده في حياتك. لو انت بتتخانقي مع حد في الشارع شوارعجي مش هينفع تكلميه بلغه الاحترام ولا هيفهمها، لانه اصلا هو مهزأ، هو شوارعجي زيها كده، فما ينفعش ان انت تحترميها. تمام؟ حماتك اللي شهدت بالحق وبتقول لا انت تشتميها ولا هي تشتمك عشان خاطر حد ومش عارف ايه، حماتك مش متابعه الموضوع وما هياش ملمه بالاحداث. هي مش عايزه مشاكل لمرات ابنها، عايزه ايوه معنى الكلمه، مش عايزه مشاكل لمرات ابنها ولا ابنها. ناس طبيعيه، ناس عاديه. بس هو في حد يا جماعه حابب المشاكل؟ يعني انا مثلا لما اقعد اسمع للشرشوحه دي فيديو ساعه باقذر الالفاظ بتتكلم بيها وبالتبلي وبقله الادب اللي هي فيها، والله بتبقى عصبيه. هل انا مبسوطه؟ هل انا عندي وقت وفراغ زياده قوي ان انا اقعد اسمع لها واجيب لها كمان فضايحها القديمه؟ ما عنديش الكلام ده كله وسفلتها. بس هنقول لها يا استاذه فلانه بس ليه؟ انا مكمله، هي احسن مننا ومن اهالينا. بس انا لا دي تتاخد باوسط جسم. بس انا مكمله معاها وهكمل معاها لغايه ما امحيها خالص عشان قله ادبها. كل ما نسكت وتلاقي نفسها مشدتها وقعت تبتدي تدي فينا. لا احنا قدها وقد اللي جابتها. لا ومش فينا بس، وفي مدام هناء. مدام هناء فاحنا مش هنسيبها غير لو حلت عن مدام هناء وعننا. موقفك كان ضعف يا ليلى. لا 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 فحماتك ما تزعليش، موقفك كان ضعيف. حماتك مش شايفه الموضوع صح، غلط. انت طالعه كنت المفروض بتقولي ان كل واحد يبقى في حاله ونوقف قله الادب ومش عارفه ايه عشان صورتنا كمصريين. ده احنا معاكي فيه جدا، لكن مع حد بيفهم، لكن ان مع حد عنده دم تحترميها يا مدام او تقولي لها صلح، هي دي الغلطتين اللي انت وقعتي فيهم. تمام؟ هي بقى الشرشوحه طالعه ايه بعد حماتك ما كانت مش عارفه ايه وايه الالفاظ اللي هي قالتها عليها، طبعا مش هذكرها،
بقت دلوقتي لا ست محترمه وشهدت بالحق وقالت لا خلاص يبقى كل واحد في حاله. احب اقول لك يا حاجه ان البني ادمه ديا ما هياش مشكلتها مشكله شخصيه مع قناه، فانت مغلطه ليلى ان هي طلعت تدافع عن القناه دي. احب اقول لك ان البني ادمه دي اللي بيوجهها عالم تانية خالص، انت ما تسمعيش عنهم او ما تعرفيش عنهم حاجه، وليهم اهداف تانية خالص زي قاهر الاسلام ووفاء ابو علوان. الناس دي هم اللي مأجرينها على مدام هناء، هي دي كل قصتها معاها، وعشان خاطر تاخد كام دولار من الفيديو. يعني ايه مصلحه مزدوجه، بتقبض منهم على اللي هي بتعمله كل ليله ده، وبقالها 3 سنين على نفس الوضع، وفي نفس الوقت بتاخد ارباح القناه. فهمتي يا حاجه؟ الوليه دي مش مشكلتها مشكله شخصيه، عشان كده ليلى تبعد عنها فالتانيه هتسكت. مش هيحصل الكلام ده، دي مش هتسكت الا لما تتحبس وان شاء الله قريب. تمام؟ ولو عايزه نصيحتي كأم يا ليلى، ابعدي عن دفاعك مع مدام هنا، عشان انت اذا كان انت مش مالكه الدفاع عن نفسك هتملكي الدفاع عن غيرك بصراحه، ولا الناس هتصدقك تاني في دفاعك عن مدام هناء. انت ما امتلكتيش ان انت تدافعي، ما كل قدرتيش واحد تدافعي عن نفسك. ليه شخصيه، كل واحد ليه لا شخصيه. هي شخصيتها مش قادره تدافع عن نفسها. احنا مش هنلوم ليلى هتدافع عن على حد تاني. شخصيتها. هي قالت انا شخصيتي قويه ومش عارفه ايه. الناس مش هتصدقك، صدقيني. تمام معاكي. في دفاعك عن مدام هناء الناس مش هتصدقك. بس يعني الشرشوحه اصل انا درست نفسيتها، اللي يتعامل معاها لازم يكون هادي لاقصى درجه. انت ما انتش هاديه يا ليلى، لا اهدي عشان تعرفي تواجهيها وتعرفي تاكليها. مش هتعرف. فهمتي؟ انت شخصيتك حاجه تانية خالص. كسرت مصداقيتها عند الناس يا ماما، مش هتعرف. لا هي كسرت مصداقيتها بكلمه الصلح، لا. وان انت احترمتيها. غلط. فدي مشكله انت وقعتي فيها بعد ما للاسف. اديتك ده كله رايحه تقولي لها يا مدام وتحترميها، يبقى الناس ما تزعلش منها، يحترموك ازاي؟ مش انت هيصدقوك ازاي؟ مش انت اللي غلطتي فيها يا ليلى عشان تأسفي لها لا. او تقولي ان انا همسح الفيديوهات لا. او يبقى في صلح. مفيش الكلام ده. موقفك ضعيف دي جدا. تاخد باوسخ على قفاها وتتحبس. سامحينا وسامحي الناس، موقفك ضعيف جدا. تمام. نيجي بقى للشرشوحه. فقد الشيء لا يعطيه، خلاص ما ينفعش ان انت تدافع عنها، الشرشوحه وانت بتقول حره في رايك. الشرشوحه بتقول ايه؟ خليكي في حالك، انا اللي محتاجه منك نصيحه ولا من غيرك. نصيحه مين؟ شفت يا ليلى؟ والله لو اديتيها 100 نصيحه. دي لا الدولار اهم حاجه انا كان في عندها. متابعه معايا بتبعت لي على الخاص تقول لي قولي لها الايه الفلانيه، قولي لها الرسول بيقول كذا، قولي لها ربنا بيقول والله لو كذا. قلت لها ايه؟ قلت لها والله لو قلت لها لو قلت ايه لها الموت بعد ثواني، دي مش هتفهم الكلام دي سوء ده. الخاتمه، مش هتصدقك وهتكمل. دي مش هتفهم غير بالسكه على نافوخها، غير القانون. لما تتحبس. زي ما شالت الصور ساعه ما عرفت جبانة. ان في محاسبه بالقانون، شالت الصور وحذفت حاجات قالتها، وحذفت فيديوهات ولايفات ومش لما عارفه ايه عرفت ان ودخلت هي جوه. تتعاقب بالقانون اللي وما بقتش بتاع تجيب الدنيا، مقاطع. مش خايفه من قانون ربنا، خايفه من قانون الدنيا. يبقى دي ازاي تتكلميها وازاي تنصحيها؟ ما ولا بقتش تقطعيها؟ تجيب مقاطع يا ليلى من ساعه ما عرفت ان ممكن يكون في قواضي وانها هتتبهدل. فهمتي؟ دي ما عارفه اللي هو ايه، يخافوا ما يختشوش. هي نفس الوضع كده، هي جبانه وتترعب من القانون. فهمتي؟ لكن من ربنا وحساب ربنا هو مش في دماغها اصلا. خاف من قانون الدنيا مش من قانون الاخره. كانت خافت من صب عرض مدام هناء، كانت خافت من صب عرضنا، كانت خافت من مليون حاجه. ما بتخافش اي من حد ربنا. يواجهها يبقى عليه قواضي، هتسمع نصيحتك؟ ماشي غلط، يبقى كل الحاجات الوحشه هل انت كنت بيعملها. شحاته؟ هل انت كنت متأجرة من مدام هناء زي ما هي ما بتقول عنك؟ هي بتتبلى، هو اي حاجة وخلاص. فهمتي؟ لكن اللي يواجهها لازم يكون على ارض صلبة، عارف هو ايه على الارض، فعارف ان هيجيبها تحت رجله زينا كده. شفتي واحنا حاطين الجزم على انفاسها ومش قادرة تلقلق؟ ولا بنتاثر بكلمه بتقولها علينا، عادي. ملناش حاجة نتمسك منها، ملناش حاجة. وموقفنا من اول ما طلعنا واحنا عليه ومش هنغير. لكن عشان كده الناس مصدقانا. انت يا ليلى طيبه وجميله وعايزه محتوى هادي ومحتوى ما فيهوش مشاكل ومحتوى ما فيهوش شتيمه وان ما حدش يشتمك. حاولت تمسك العصايه من النص، تراضي مدام هناء وتراضي المصيبه الثانيه عشان ما تشتمهاش. يبقى اول حاجه تبعدي عن النقد. يبقى انت لا ابعدي عن النقد. مش هيبقى لك مصداقيه ولا حدش النقد. هيصدقك. النقد يا ليلى لو انت عايزه تغيري قناتك من طبخ لنقد، فلازم النقد شخصيه قويه وقادره على المشاكل
وقادره على التحدي قادره تحللي وعارفه وتفهمي كل حاجة. اللي يحميك على الارض ايه، لان في نوعيات قذره. اسمعي مني انا بقى، اختك قبليكي في صدقها اليوتيوب بعدي وعارفه الدنيا على ايه. بعدي مش هينفع. لو مالكيش اللي يحميكي، خلي بالك اللي يحميك على الارض كويس جدا، لان في عصابات. عايزه اقول لك ان دول عصابات، مالكيش هتتبهدلي. ابعدي وخليكي في حالك. ابعدي عن النقد. لو انت عايزه تبعدي دي حاجه ترجع لك، وخليكي في الاكل زي ما انتي، محتوى هادي ومحتوى جميل، وانت اصلا ليكي قبول عند الناس والناس كلها بتحبك، واحنا من ضمنهم يا ليلى، وعارفين ان انت مع مدام هناء وشايفه انها مظلومه وشايفه انها على حق، بس ما بقاش في مصداقيه انك تدافعي. بس مش فقد هتقدري، الشيء لا يعطيه. مش هتقدري انت على فقدت الدفاع عن نفسك، مش هتقدري تدافعي عن غيرك. مش هتقدري على الاهانه. وزي ما انت بتقولي كده، انا مسميه نفسي ام دمعه، بتصعب عليا نفسي. خلاص يبقى. والشرشوحه كل سلاحها في الدنيا هو لسانها، ما عندهاش اكتر من عيطتي كده، 100 مره، ما عندهاش اكتر من كده. بس. فهمتي؟ فانا حبيت افهمك برضو الليله والوضع على ايه. فالشرشوحه عملت الفيديو ده 58 دقيقه، اتكلمت الاول عن ليلى وعن حماتها ومش عارف ايه، وبعد كده دخلت تاني في موضوع ده هي اللي اذياني، ده هي اللي اتهمتني في موضوع الارتريه والسحر، ده هي وهي. لذلك كل القنوات حتى الكبيره واللي ليها كلمه مسموعه، يعني ليلى ملهاش كلمه مسموعه ولا قناه كبيره، حتى القنوات الكبيره اللي نشدوني انا قلت لهم لا، قلت لهم مش هسيبها برضه. وده يثبت لك يا ليلى ان البني ادمه دي لا بتاعت سلام ولا بتاعت احترام ولا بتاعت اي حاجه. انت انسانه محترمه، بتاعتي الداس على انفاسها. انت انسانه محترمه، ما بتعرفيش تتعاملي مع الاشكال دي، واحنا ناس محترمه بس نعرف نتعامل مع الاشكال دي، لان مر علينا كتير في حياتنا العمليه على ارض الواقع. تمام؟ فدي اقلهم، دي اخف الدرجات فيهم عشان تكوني فاهمه. يعني في عالم تاني يمكن انت تسمعيش عنه، بس دي اقل الدرجات خالص، ونعرف نتعامل معاها ازاي وباسلوبها ونفضل دايسين عليها. فهمتي؟ فسيبها لنا احنا. فبعد ما خلصت كده هي عماله بقى ايه تبرر هي ليه كل شويه بتطلع على مدام هناء، عشان اتهمتني في موضوع الارتريه، عشان مش عارفه جوزها قال عليا ايه، عشان مش عارفه ايه، كل شويه حجه شكل وكلام شكل. بس انا جبت لكم النهيه وقلت لكم هي ليه في الحوار ده من ايام قاهر الاسلام ومن ايام وفاء ابو علوان ولغايه دلوقتي مكمله. دي النهيه باختصار للي بيدور على حل للموضوع ده. تمام؟ المهم دخلت بعد كده تاني في استاذ رضا بتقول لكم انه نصاب وكذاب ومفيش مشاريع في الغردقه. طب عرفت منين؟ طب هو لما يقول في مشاريع في الغردقه يا ماما هيجي لهم فلوس مثلا؟ المتابعين هيبعتوا لهم فلوس مثلا؟ تقول لكم ايه فضيحه مش عارفه ايه العواطلي ده كان رافع القرايل، وابوك اللي رماكم من 12 سنه، وابوك انت واختك ابوكي يبقى ده كان ايه بقى اللي رمى لحمه، اللي لسه بتتفتح عينيها في الدنيا، بنات مش رجاله كمان، بنات رماهم في الشارع لاي حاجه. 12 سنه يدوروا على مصانع يشتغلوا يبقى ده كان ايه يا بت؟ كان ابو الرجاله عشان نايم في البيت، ما كانش بتقولي ما كناش بنلاقي العشاء، بناته تصرف على البيت. هو ده الراجل؟ ده العواطلي. فانت فاكره الناس كلها عواطليه زي اهلك وزي رافع القرايل. هو مش رافع القرايل كان فوق ال100 سنه وكان نايم وانت اللي بتصرفي عليه وبتديله مصروف؟ انت متعوده على كده من ايام ابوك. طب والصديق الجديد مش هو نفس الوضع، وبيلبسك الشبشب وبيجيب لك العصير وانت قاعده ترتاحي 6 ساعات عشان تجيبي له المام، وبيغطي البنات هم دول اهلك ودول اللي انت معاشراهم. فهي شايفه الناس كلها زيها. لما بتطلع تاكل عنب يا ستر يا رب، العنب بتقول لها ارحميني. هو ده مش ايحاءات برضه زي القصب؟ ايه حكايه الايحاءات يا بنت؟ شوفي نفسك يا بنت، مش كده. البسي اي حاجه تبين يعني تغطي، البسي الكمامه تغطي. دخلت تاني على اولاد استاذ رضا. انا هقول لكم انا كنت بقول ليه وبتبلى عليها، اعترفت اهي ان هي بتتبلى على مدام هناء وبتبلى عليها وبقول انها قالت على جثتي ان محمد يجي فرنسا. شفت انا كنت بتبلى عليها ليه؟ وانت مال اهلي؟ شفتوا؟ اعترفت اهي بتبليها. بتقول ايه؟ عشان انا عارفه انها لما تسمع فيديوهاتي عشان تغيظني هتعمل العكس. يا شيخ وهي تسمعك؟ انت مين؟ انت نكره يا ماما. والله ما بتسمعي الا قنواتنا احنا. هي قالت قبل كام يوم احنا بس لكن انت ولا بتشوفي ولا
ده لو شافتك في حلمها بتقوم مفزوعه. هي تسمع عنك في طبق اليوم. شوفك فين يا بنتي؟ انت كبيرك يرزعوك على قفاك بالقواضي. انا عارفه. لكن انت فاكره انهم هيضيعوا وقتهم ويقعدوا يسمعوكي؟ يا ماما انت شوبه. ناس محترمه ما عندهمش وقت. انت عليك قواضي وعليك وقتهم بلاوي سودا. ثمين. ما يقعدوش يمسكوا القناه ويفصصوها ويفصصوا كل نفس وكل كلمه عشان يطلعوا بدولار ولا ب2 دولار. انت فاكره ايه؟ هقول لكم بقى انا ليه هي اعترفت الاعتراف ده دلوقتي وبصوتها ايه بتقول انا كنت بتبلى عليها وقلت ان هي قالت ان محمد مش هيجي فرنسا على جثتي ومش عارف ايه. انا بقى اتبليت عليها ليه؟ عشان تعمل العكس وتجيب الولا فرنسا، عشان انا شايفاه ان الواد عايز ابوه. والله ولا يا كدابه يا نصابه برخصه، لما شفتيها في فيديوهات البلد وشفتي الواد متعلق بيها وشفتي البنات بيقولوا لها يا ماما، شعللتي واتجننتي وقلتي يا لهوي ده كده ممكن تاخدهم فعلا على فرنسا، يا لهوي ده انا هطلع كدابه للمره المليون. فايه لو جابته يبقى ايه؟ هي اللي مسبقه وهي اللي صاحبه الفضل وهي اللي قالت والتانيه سمعت كلامها وعملت. ولو ما جابتوش يبقى هي قالت ايه؟ بصوا انا كنت بنحررها وبعملها. انت كدابه برخصه. كدابه برخصه. انت لما بتشوفي الحاجه اتعملت فانت بتقوليها. فهمتي يا كدابه يا نصابه؟ طب وافرضي ما وديتوش هيبقى شكلك ايه؟ استك من غير وكملي. انت دايما كان منظرك زباله. هو انت مش قبل كده قلتي بصوا قاعد عندها ما تطلقوش احنا شايفينه في عينيها وهو بيقدم لها كوكا، ومره تانية تقول ايه جاي من مصر ومحمل لها البط والوز والحمام. هما مش كان منزلش من باريس اصلا؟ لما عملتها وديتها للكلب وما كانش برضه هيقدر يدخل باريس. مش ده كان كلامك برضه؟ انت كدابه برخصه. مره تقول لك ايه ما هياش هتنزل مصر، ومره تانية تقول لكم ايه نزلت واستقبلوها عشان الفلوس. لا يمكن هيرجع لها تاني، لا يمكن. بتقولي يا ام بص ايه اسمها ايه؟ ولا ابسولوتلي. لا كان بيقولها في الفيلم كده ابسولوتلي. ابسولوتلي شاجه ابسولوتلي. خرب بيت ام لهجتك انت كمان. احنا ناقصين. ده كان محمد سعد بيتريق. كفايه العره دي. ده كان محمد سعد. فابسولوتلي قبل كده قالت لكم ايه؟ ما تطلقوش، هو ما نزلش، هو ما راحش، هو ما جاش، هي مش هتنزل، هي ما راحت. كل ماده تديها على قفاها. تديها قفاها ده بقى ايه خلاص. انت بقى قفاكي محطه مصر. شقوه من كتر اللذة عليه. والله قفاكي بقى محطه مصر عشان تكوني فاهمه. ولو فاكره ان القنوات هتقدري ان انت تبعديهم عن الدفاع عن مدام هناء عشان تستفردي بيها لوحدها، يبقى انت غبيه ما انتش فاهمه حاجه. فاكره بالتهبيل وقله الادب ده بقى الناس خلاص هتسلم وايه ما هي هتقولك ايه؟ انا لما هطلع هقل ادبي بقى خلاص هيسلموا ويبعدوا عني. ابعد ليلى اهي، واستاذ محمد عراق اشتمه برضه، وام فياضه اشتمها، وزينه بيقول عليها قلة الادب. وبيكملوا. احنا مكملين. عارفه لو كل قايمه اللي انا قلت لك عليها دي بعدوا عن مدام هناء، احنا بقى الوحيدين اللي هنكمل معاكي. شايفه حظك الاسود؟ كل ما بسمعها تشتم كده اقسم بالله بقعد اضحك. شايفه حظك بحس ان هي محروقه من جواها، ان احنا مقصرين على قفاها قوي. احنا معلمين بصوابعنا العشر. كملي. احنا معلمين بصوابعنا العشر. انا عملت مبادره على المنتدى وقلت لهم يا جماعه سيبوها تهوهو، دي جزاءها ان شاء الله بالقانون وقريب جدا، وما زلت بقولها انت جزائك بالقانون وقريب جدا. ولو احنا سيبناك تهوهوي من هنا للسنه الجايه هنرجع هنلاقيك على نفس وضعك، مش هتتحركي خطوه قدام ولا هتتقدمي ولا حد هيسمع عنك في طبق اليوم. طب انا نازله بروق عليكي ليه كل يوم؟ اما كان رايي ان انا اسيبك تهوهوي ومحدش هيشوفك برضو لسببين. اول سبب عشان انتي رجعتي تقلي ادبك تاني علينا وشغلتي ماما كلبه، فحبيت اوريكي لا احنا موجودين وهنطلع لك كل وقت. تاني حاجه ان انا اثبتت له ما هي تجربه عمليه ان احنا لما سيبناكي ما انتش لاقيه برضو حاجه تقوليها، نفس الوضع وبتطلعي برضو تتكلمي علينا عشان اثبت ان انت عايزه تاكلي برخصه. كدابه ونصابه برخصه. وفضلت برضو مكمله مع مدام هناء عشان تعرفوا ان انا كلامي صح. برخصه كدابه برخصه. فهمتوا يا جماعه؟ حلوه رخصه دي، عجباني الكلمه والله. لكن انت تفتكري ان انا هسيبك؟
ام بايه؟ ابسولوت. يخرب بيت كده مش عارفه احفظ. ام بست ام بايه؟ خلاص يا ماما عدينا. لا قوليها طول عليها جهله قوليها. ابسولوت. ابسولوتلي. ده محمد سعد، فهمتي؟ فانا احنا لوحدينا، احنا كوم تاني خالص. احنا دعوه مدام هناء في ساعه فجريه عليكي. هي كانت مظلومه قوي. ربنا قال لها متخيله؟ خد الدور هيخلصوني. تنمرتي، شتمتي، قلتي ادبك، كمان. فبركتي علينا حاجات. بصي بقالك فتره ما بتتكلميش عن سناني ليه؟ انا زعلانه. نسيتيهم ليه اهو؟ والله لو عملت ايه. المره دي بتتريق على التيك توك. عجباكي التيك توك؟ تبعوا التيك توك. احنا قاعدين لك يا رخيصه. والله لو عملت ايه انسي. احنا بمزاجنا، لما بنسيبك تهوهوي كام يوم بمزاجنا، ولما قلنا للناس يا جماعه سيبوها تهوهو بمزاجنا برضو، ونرجع نديك على قفاكي بمزاجنا برضه بمزاجنا. براحتنا، دي بتاعتنا احنا. يلا. بس احنا قاعدين، ما تقلقيش. أيوة. اشوفكم على خير يا جماعه بعد شويه في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.